على أسئلة تتعلق بالعرق والأصول العامة للبشر وكيف وصلنا إلى الأرض يجيب عنها مشروع جينوغرافيك من خلال تحليل الحمض النووي. يصف المشروع المواطن النموذجي لكل بلد وفقا للتركيب الجيني استنادا إلى مئات عينات الحمض النووي وتحليل المتقدم للحمض النووي. وكانت 4 دول عربية هي مصر، لبنان، الكويت وتونس جزءا من قائمة السكان المرجعية. نتعرف على بعض الاكتشافات المدهشة حول التركيب الجيني لهذه الجنسيات العربية الأربع مع لميس. تركيبات جينية مختلفة للعرب، فالتركيب الجيني للمواطن المصري هو 68% من شمال أفريقيا، و17% من العرب، و4% من اليهود في الشتات، و3% من شرق أفريقيا وآسيا الصغرى وجنوب أوروبا. والتركيب الجيني للكويتيين الأصليين هو 84% من العرب، و7% من آسيا الصغرى، و4% من شمال أفريقيا، و3% من شرق أفريقيا. أما التركيب الجيني للمواطنين اللبنانيين فهو الأكثر تنوعاً بين الجنسيات العربية الأربعة. عادة يتألف المواطنون اللبنانيون من 44% من العرب، و14% من اليهود في الشتات، و11% من شمال إفريقيا، و10% من آسيا الصغرى، و5% من جنوب أوروبا، و2% من شرق إفريقيا. أما السكان الأصليون في تونس لديهم تركيبة جينية مثيرة للاهتمام، هم 88% من شمال إفريقيا، و5% من أوروبا الغربية، و4% من العرب، و2% من غرب ووسط إفريقيا مجتمعة. سألنا المصريين، دراسة أظهرت أن جيناتهم عربية بنسبة كم يا نادين؟ 17% تخيلي، وأفريقية بنسبة 68%. ما تعليقهم؟ فأنا اما بقولوا بتاعت الزنوج، لا دي مش حضاره الزنوج. المصري القديم لما كان بيضرب الاعداء كان الزنج قدامه، وبتاع سوريا وفلسطين قدامه بيضربوا. احنا كنا شعب اصلنا مصري، لا اصلنا لا افريقي ولا اصلنا سامي. الشكل بتاعه ما فيش فيه العناصر الزنجيه اللي موجوده نهائي، غير موجوده. نمره 2، احنا بنتكلم عربي واغلبنا مسلمين. هل احنا، وانا يعني اسف، العرب على فوق راسي وبحترمهم جدا وليه اصدقاء في كل مكان، احنا شعب مميز ولنا شكل خاص. وانا ما بقول الكلام ده على فكره، انا قلت حكايه ان احنا مش زنوج في محاضره كنت بعملها في فيلادلفيا. قامت مظاهره من الزنوج في طول حوالي 3 مايل في شارع اسمه وولنت ستريت ضدك. وقفوا المحاضره، قال لك زي حواس كذاب بنيفط في كل مكان. لكن هم بيعتقدوا وبيعملوا بريد في كل حته، ولسه كانوا عاملين في البرازيل ان هم اصل الحضاره. هو الحضاره الكوشيه حكمت عندنا في فتره في الاخر العصر المتاخر، لكن مش هم الحضاره، ما عملوش الحضاره اطلاقا. دي محاولات لسرقه الحضاره المصريه طبعا. وانا بقول ان انا يمكن مهمتي ان انا ادافع عن هذه الحضاره، وده على اساس كده لما بشوف حاجه شاذه انا يمكن بتعصب، لكن مش على شخص معين، على الموقف نفسه. الموقف نفسه.